يلا بينا نعمل احلى فطير شرقي من غير ولا فرد ولا عجن ولا اي حاجه. مورق وطري وبطريقه سهله وبسيطه، وهتوفري وتعمليه في البيت ومش هنشتري من بره اي حاجه. سخنة. بصوا الجمال، كان سخن سخنة جدا جدا. ما كنتش قادره اقطعه. مش قادرة. طريقته سهله جدا، ممكن تحشيه اي حشوه تخطر على بالك، مش لازم تتأيدي بحشوه. انا معايا كوبايه من الحليب ونص كوبايه من الزبده على الزيت، ممكن تستعملي زيت بس، زبده بس اللي يريحك، وبيضه ومعلقه من الزبادي. دي تشريبه تكفي لفطيره واحده بس، لو انت حابه تضاعفي الكميه عشان تعملي اكتر من فطيره. وهحط بقى للتوريق معايا معلقه صغيره من البيكنج باودر، ده مهم جدا جدا جدا. هبتدي اقلب، هتلاقي فيه فوران كده طلع فوق الوش. هجيب الصينيه بتاعتي دي مقاس 30، هدهنها من خليط التشريبه من تحت كويس جدا. وانا معايا لفه من الجلاش، يا ريت يكون بس صابح، انا جايباه من اللي هو مخابز الجلاش. وهدهن بقى ما بين الطبقات كويس قوي، وهبتدي اهم حاجه زي الطريقه اللي انت شايفاها دي، انا بطرف الورق لبره زي ما انت شايفه، ما بحطش الورقه كلها جوه الصينيه، لا، انا بحط طرف جوه وادهنه كويس جدا، خصوصا الحروف عشان تطلع طريه. وهبتدي املى الصينيه زي ما انت شايفه، بحاول ادور ايدي بالورق واطرف الورق بره. وهعمل كده لحد ما اخلص لفه الجلاش كلها، بس هسيب ورقتين لاخر خالص. تمام، ورقتين بس. انا خلصت اللفه بتاعتي، هبتدي احط بقى الحشوه، احط الحشوه اللي انا حباها. انا هحشي هنا فلفل وسوسيس وزيتون وحاجات من دي. تقدري انتي تحشي لحمه مفرومه، جبن بس، خضار بس، اللي تحبيه. الحشوه دي ترجع لك انتي، حشوه فراخ عندك، مع ان الفراخ غليت بصراحه يعني. وهبتدي بقى اجيب الطروف اللي انا كنت مطرفاها دي، هدهنها وادخلها لجوه زي ما انت شايفه بالطريقه دي كده. وبرضو ههتم بان انا ادهن الحروف كويس معايا. انا كملت الطروف كلها دهان كويس كده زي ما انت شايفه، طريقه سهله جدا وبسيطه، وهيطلع لك الفطير معاكي ناجح جدا. هجيب بقى الورق اللي انا كنت شايلاه، هبتدي احطه كده فوق الوش عشان انا عايزه اقفل واطلع شكل الفطيره متساوي من فوق، بس كده. وهدهن برضو ما بين الطبقات، وهجيب الطبقه التانية وهعكسها. كل ده عشان احنا عايزين نطلعه لهم زي بتاع الشارع، فطيره مدوره وشكلها حلو. بصراحه الاكل غالي جدا، فاحنا نقدر نعمل في البيت كل حاجه ان شاء الله. وهبتدي ادهن، وهعمل بقى وش البيتزا. هبتدي احط جبن مشكله، دي موتزاريلا على جبنه رومي، تقدري تحطي اللي انت عايزاه، مش عايز تحطي خالص ممكن تكسري بيضايه وتحطيها فوق الوش. وهبتدي احط من الحشوه سوسيس وزيتون وفلفل، وادخلها على فرن متسخن على اعلى درجه حراره لحد ما تستوي، مش بتاخد ده ربع ساعه. بصي بتطلع طريه ازاي، والجبنه سايحه وجميله. طبعا كل ما كترتي الجبن كل ما كان شكلها احلى. ابتدي اقطعها، يا طريه زي ما انت شايفه كده، وسهله جدا وما بتفتفتش ولا اي حاجه، بس هي كانت سخنه وانا ما كنت صابره عليها. تقدري بقى تعملي بطاطس محمره جنبها. بصوا التوريق وطريه، شايفين الجمال؟ بصوا بجد حلوه كانت جدا.